احنا كيجي واحد يقرأ نسمع له الربع الأول في القرآن نحكم عليه، يعرف يقرأ ولا ما يعرفش يقرأ، خلاص تم تصنفوا. يا يركب في السكة مع خاوته، يا قال اذهب وتعلم مع فلان بالآداب وبالأخلاق، ما تجرحلوش المشاعر نتاعو وخليه يحب يقرأ، هو نوى يقرأ عليك، خليه يقرأ عليك بأدب. قال يا فلان احنا والله عندنا نظام في المدرسة القرآنية، نبدأ بالمرتبة الفلانية، اقرأ على فلان، بعد مدة إن شاء الله تجي تقرأ عليها بإذن الله، وراك تتعلم مع مرور الأيام. هل هذا يأخذ منك تعبا أو مالا؟ كي تقول له غير بكلمة طيبة، حتى ولو هو من بعد ينصرف ولا غير يشد لك الظنة ما شاء الله، يقول لك والله غير رحت ليه صح هو متشدد وصعيب، صح والله غير أنا اللي ضعيف ما قدرتش نقرأ عليه، مش حتى من النهار الأول تبخصه ولا تقول له كلام قريت كذا ضعيف وأنت ما تعرفش تقرأ، أنا ما نقدرش نتعامل بها، لأن الحمد لله ولله الحمد ما تعامل معي شيخ من شيوخ، الحمد لله قرأت على 14 شيخا ولله الحمد خارج البلد، في بلادنا 5 اللي قريت عليهم من شيوخنا من الأحياء والأموات ربي يرحمه، في القرآن أقصد ده، واللي قريت عليهم في الخارج 14 واحد من العلماء 14 شيخا، ولا واحد قال لي كلمة ماشي مليحة، قاع ربي يجازيهم خيرا ويحفظهم ويبارك فيهم ويرحم من مات منهم، يقسو معي أحيانا من حقه ويبخصني من حقه، وأنا عارف بلي هذه داخلة في طلب العلم، لازم تبابك لما يقسو معك تقدر تقول له كلمة، خلاص دير الشيخ في مرتبة الوالد، أنا هكذا قريت هكذا تعلمت، شيخي في مرتبة والدي رحمه الله، وخلاص نقطة للسطر، وأنا جاي نتعلم، نبقى دائما أمام الشيخ تلميذ، حتى ولو كنت نعرف نبقى تلميذ، هذه قاعدة ديرها في راسك، فهمت؟ ما تنساش أنك دائما تبقى تلميذ ولو أنت تفوقه من ناحية أخرى، أنت دكتور مثلا وأنا مانيش دكتور، معليش بصح أنا عندي في القرآن ماكش دكتور، أنت تجهل في هذا العلم تتعلم عادي، وهكذا. أما أنت تترفع وتقول الكلام السيء من أول لقاء أو الشديد، اعلم أنك تضيع خيرا كثيرا، وقد تقول كلمة لفلان وتحرك مشاعره فيذهب ويقرأ ربما يصبح أتقن منك، وهذه وقعت، تقول له كلمة لعلها تحز في نفسه فيذهب ويقرأ ويطلب العلم، يجي بعد مدة يصبح ربما من المتقنين أو من الضابطين، وربما تدور الدائرة وترجع أنت إليه، ما تعرفش هذه دنيا. فلذلك الإنسان أن يكون متأدبا، والشدة في وقتها محمدة،